أما المدينة فإن الإنسان يدخلها بلا إحرام ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه ما شاء، ركعتين أو 4 ركعات أو أكثر، ثم يتجه الرجال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه، فيقف أمامه والقبلة خلفه، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن سلام يسلم به عليه ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو عن يمينه خطوة واحدة ليكون أمامه أبو بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه ليكون أمامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخرج. إذن هذان الشيئان هما الصلاة ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه. ثم يخرج إلى البقيع مقبرة أهل المدينة، وفيها الصحابة رضي الله عنهم، وفيها من الخلفاء عثمان بن عفان، فيسلم على أهل البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى البقيع ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يقف عند باب المقبرة في داخل المقبرة، وإن أراد أن يسلم على أحد معين كأمير المؤمنين عثمان فليفعل، يتجه إلى قبر عثمان وهو معروف، يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخرج، ولا يتمسك بالقبور ولا بالحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بجدران المسجد، ولا بأي شيء. ليس في الدنيا شيء يمسح إلا شيئان، هما الحجر الأسود والركن اليماني. كم ذكرنا من أشياء في المدينة؟ 3: الصلاة في المسجد، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع. 4: الخروج إلى قباء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إليها ويصلي فيها. وقباء هو أحد المسجدين اللذين قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيصلي فيه 2 ركعتين أو أكثر ثم ينصرف. هذا 4. 5: أن يخرج إلى أحد، مقبرة الشهداء الذين استشهدوا في أحد، وكانوا 70 رجلا، وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء. فيقف عند الباب وهو مغلق لا يفتح، ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما قال في السلام على أهل البقيع. هذه 5 أشياء في المدينة ولا شيء سواها، يعني ما فيها المساجد 7 ولا مسجد الغمامة ولا غيره من المشاهد، كل هذه زور لا أصل لها، ولا يستحب الذهاب إليها بقصد البقعة. وذلك لأننا نقول: أين الدليل على أن هذه المساجد 7 هي مساجد الأناس الذين زعموها؟ ثم لو فرض أنها مساجد لهم، فأين الدليل على أنها
معظمة تزار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد هذا إذا شاء أن يبقى في المدينة بقي، وإن شاء أن ينصرف إلى أهل انصرف.